في راس البريكان لجابرييل فيجا، لكن مقابل هدف. سجل هدف الاهلي الوحيد جابري فيجا. جابري فيجا يرسل كرة عيفة رياض، اللمسة عند جابري فيجا على الجهة اليمنى أهلاوية، والعرضية والتغطية من كيسيه إلى جابري فيجا، محاولة عرضية خطيرة، محاولة أهلاوية إلى رياض محرز، تلعب بهذه الطريقة، الكرة ما زالت، لمسة إلى جابري فيجا إلى خالد الأسميري. خالد عاد بالكرة في الخلف، هذا اللي دائما وين كانت الظروف صعبه. هذا جابري فيجا عرضيه، لكن يبحث فيها عن زميل، اللمسه الى جابري فيجا. الهدف متى سياتي في هذا اللقاء؟ حتى الان في المدرج، لكن في ارض الملعب مع منتخب تركيا. محاوله سلام الى جابري، ابراهيم سهج، هذه اللقطه اللي كان يطالب فيها كيسيه بخطأ، لكن الحكم أخيرة. هذه هي الأخيرة يا فيجا، أمامية الأخيرة. كيسيه لمسة أمامية عند جابري فيجا خطيرة، والتسديد هذا كيسيه، واللمسة هيأها جابري فيجا. ثابتة البحث عن الراسيات، عرضية، محاولة بالراس من إفراد المهاجم الهداف، المهاجم اللي حتى الآن ينهي كل الأمور. محاولة عن الزميل عند جابري فيجا، تسديدة بعيدة من جابري فيجا. محاولة لمصلحة الأهلي في الخلف، توني الأهلاوية، محاولة جابري فيجا، تسديدة سهلة عند لعب بهدف مقابل لا شيء. هذه هي الزيارة الثالثة بالنسبة لرياض محرز إلى جابري فيجا، انطلاقة أهلاوية، هذه خطيرة، جابري فيجا إلى محرز، إيفان توني، جابري فيجا، محاولة يرسل كرة عرضية، محاولة بالراس، محاولة، ليلة اعتذار يضرب في الشوط الثاني بالثلاثة، وكانت تاريخيا أكبر النتائج 4-0 لمصلحة منصور حمزي، خطفها جابري فيجا بالمهارة. صراحة اللي يقدم مستوى مميز من كل التوفيق. يقول لك الأهلي لا يبحث عن مركز في سجلاته، لكن اليوم بعد مرور أكثر من 7 أعوام نصل جمهوره هنا في هذا الملعب. الشباب والفيحاء والخلود عنده خسارة وعنده تعادل أمام كرة فابيو مارتينيز الخطيرة اللي ارتطمت بالقائمة، ومن ثم منصور حمزي أضاع الكرة في أخطر كرات الخليج في شوط المباراة الأول. سيطر الأهلي على وسط الملعب، سيطر الأهلي